أنا اسمي كريم. أنا بشتغل ممرض في مستشفى حكومي. لازم أقول اسمها. شفت بالليل في المستشفى ده ملوش زي الصراحة. خصوصا كله بيبقى نايم، الأنوار بتبقى خفيفة، الدكاترة بيخلصوا ورق، وأنت قاعد بتدور على قهوة تنقذك من النوم اللي أنت فيه. في يوم وصلتنا حالة وفاة. راجل كبير في السن مات بسكتة قلبية. للأسف محدش من أهله لحق يجي، فحولوه للمشرحة مؤقتا. أنا كنت المسؤول عن إن أنا آخد الجثة للمشرحة لحد ما أهله ما يجوا. حطيته على الترولي ونزلت لتحت. مكان برد جدا، الهدوء يخليك تسمع صوت عقارب الساعة. فتحت درج من أدراج التبريد، سحبت الترولي، وكالعادة قبل ما أغطي الجثة بصيت على وشه، لكن عينه كانت مفتوحة. بس عادي، أغلب الجثث بتفتح عينيها بعد الوفاة. بس الغريب إن جسمه كان لسه دافي. بس قلت لنفسي عادي برضه، جسمه لسه ما بردش، احنا كده كده في الصيف. غطيته وقفلت ومشيت. بعد ربع ساعة بالظبط لقيت واحد من الأمن بيجري عليا وبيقول لي: أنت نزلت الجثة؟ قلت له: أيوة، في الدرج التاني على الشمال. قال لي: بس الكاميرات سجلت حاجة غريبة، الجثة اتحركت. دخلت جري أوضة المراقبة مع فرد الأمن. فتح لي تسجيل الكاميرا اللي بتبص على باب المشرحة. فعلا الساعة كانت 2:17 بالظبط. الباب اتحرك، مفيش حد دخل، بس باب الدرج اللي أنا حطيت فيه الجثة